كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلاص على الأبواب وبنستعد ليه. والنهاردة هاعمل لكم الكوبيبة بطريقة حلوة أوي، من أحسن الوصفات اللي عملتها لحد دلوقتي للكوبيبة، وهاعمل لكم ليها حشوتين. حشوة اللي هي العصاج أو اللحمة المفرومة العادية زي ما هو موضح في الفيديو قدامنا، وحشوة تانية اللي هي الحشوة الاقتصادية، وهقول لكم ازاي هنعملها. وسهلة وحلوة جدا جدا جدا. الوصفة دي تحفة، جربوها واعتمدوها عندكم. أنا عملتها ويلا جهزوها ونستعد لرمضان. شايفين بقى دي اللي هي الوصفة الاقتصادية أو الحشوة الاقتصادية، حلوة ومقرمشة من بره وتحفة بجد. هوريكم. هي الحشوة دي فيها عصاج وخضار مع بعض. دي الحشوة الاقتصادية. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة هبتدي بالحشوات. أول حاجة هنعمل عصاج، طبعا كلكم عارفين العصاج بيتعمل ازاي، بس أنا هقول لكم التريكات بتاعتي. أول حاجة جبت كمية من البصل، طبعا الحشوات دي هستخدمها في كذا حاجة، هستخدمها في الكوبيبة وكذا حاجة، فأنا كنت عاملة كمية من العصاج. ماشي. حطيت اللحمة المفرومة على البصل وهبتدي أشوحهم، ده طبعا بعد ما حطيت الزيت. وبعدين هحط طماطم مبشورة وفصين توم. طبعا دول بيدوا طعم حلو قوي للعصاج. انا ما بحبش التوم بس بحب احطه على العصاج كده، فصين صغيرين على كيلو اللحمه المفرومه. تمام. وحطيت شويه بقدونس صغيرين برضو، بيدوا طعم ونكهه حلوين قوي. وهبتدي اشوحهم بقى. التوابل بتاعتي هحط فلفل وملح، وهحط بهارات لحمه او السبع بهارات. دي بقى العصاج بعد ما خلص. شايفين بقى الجمال حلو قوي. هستخدمه زي ما قلنا في كذا حشوة. العصاج من الحاجات الموفرة، ممكن استخدمه في حاجات كتير جدا واعمل بيه وصفات موفرة كتير جدا. انا عارفة ان اللحمة غالية بس هنشوف ازاي. تاني بقى وصفة موفرة، جبت جزراية مبشورة وبطاطساية مبشورة، وجبت فلفل الوان وطماطماية وحطيتهم في الكبة بعد ما فرمتهم كويس زي ما احنا شايفين كده. طبعا الكمية اللي انت عايزاها على حسب ما انت هتعملي كمية هتحطي الجزر والبطاطس والفلفل والطماطم. تمام. الحشوة دي برضو طعمها حلو قوي. وعلشان بقى هنحليها شوية، هنجيب طبعا اللحمة المفرومة او العصاج اللي احنا عملناه، هنحط منه معلقتين او 3. انا حطيت 3 معالق زي ما احنا شايفين اهو. تمام. دي طبعا هتكتري الكمية وهتخليها طعمها حلو. والله بجد الحشوة دي جميلة جدا وموفرة جدا وطعمها حلو قوي. تمام. تمام. علشان طبعا الجزر مش مستوي معايا، هي البطاطس كانت مسلوقة على فكرة. بقية البطاطس اللي انا هستخدمها بعد كده في الكفر الخارجي بتاع الكوبيبة. ممكن استخدمها بطاطس نية وابشرها، ممكن تبقى مسلوقة عادي. والجزر كان جزر عادي مش مسلوق ولا حاجة، والفلفل طبعا برضو مش مستوي، فانا هحطهم في طاسة على النار شوية عشان يدخلوا في السوا شوية. اجيب الطاسة واحطهم حتى من غير اي مادة دهنية ولا حاجة، اشوحهم شوية كده. اللي حابب يضيف شوية مية صغيرين ماشي برضو، بس هو الموضوع مش مستاهل يعني. تمام. ده بعد ما شوحتهم كويس هركن بقى الحشوتين على جنب. بعد كده هجيب البرغل بتاعي، كوبايتين برغل، وهحط عليهم كوبايتين مية مغلية، وهسيبهم حوالي ساعة منقوعين. تمام. تمام. ده شكل البرغل بعد ما اتنقع بعد ساعة. كان طري بقى وطري خالص. حطيت عليه 3 بطاطسات متوسطة مسلوقة و4 معالق نشا كبار. وهحط عليه بقى معلقتين كزبرة جافة كبار، ومعلقة ملح كبيرة، معلقة شطة صغيرة، معلقة فلفل صغيرة، معلقة كمون صغيرة، معلقة كبيرة بهارات لحمة أو 7 بهارات. تمام. وادعك حلو قوي. الكزبرة الجافة مهمة قوي في الوصفة دي، بتديها طعم حلو قوي للكوبيبة على فكرة. وهبتدي اعجن بقى المكونات دي كلها عجنة كويسة قوي، عجينها كويس قوي، اهم حاجة العجن بتاعها. او هبتدي اشكلهم كرات، بحاول اصغر حجمها. انا في الاول عملت كبيبة طلعت كبيرة شوية، وبعد كده رجعت صغرت الحجم شوية.
دي اللي هاعمل بيها الcover الخارجي. زمان كنا بنحط لحمة مفرومة على الcover الخارجي، بس دلوقتي لأ. طبعًا عشان توفير وعشان بتدّي قرمشة أحلى. بُصّوا بقى، أنا جِبت جزراية وهابتدي أغلّفها بالنشا كده عشان أعرف أشكِّل بيها. ممكن جزراية أو خياراية أو ممكن أعملها بإيديّا، بس أنا لقيت الطريقة دي سهلة فقُلت أورّيها لكم. باعملها نشا علشان ما تلزقش في الcover الخارجي للكُبيبة عشان أعرف أخرّجها بسهولة. شايفين؟ حتى وأنا باخرّجها بالِفّها كده شوية علشان تخرج وإيه، ما تبوّظش الcover. تمام، هاجيب بقى الحشوة بتاعة العصاج أهي أو اللحمة المفرومة وهاحشي بيها. اللي حابب يضيف أي نوع مكسرات يضيف، اللي مش حابب خلاص. تمام، وهابتدي أشكّلها بالشكل ده. الوصفة الموفّرة أنا ما صورتهاش وأنا باحشيها، بس هاورّيكم النتيجة النهائية بتاعتها. تمام. علشان بقى أخلّي السطح بتاعها أملس بقى، جِبت معلقة نشا وعليها شوية مَيّة، وبابتدي أمسح كده على الكُبيبة بيها. تمام، تمام. هاخلّص الكمية بقى كلّها بتاعتي. دي الكمية بعد ما خلصت زي ما قُلت لكم، كنت عاملة الأول كام واحدة كبيرة كده وبعدين لقيت لأ، قُلت أصغّرها شوية، لقيت شكل الصغيّرة أحلى. دي لازم تتساب ساعة برضه في الفريزر. تمام، قبل ما أقليها، لازم تتساب ساعة في الفريزر. باطلّعها من الفريزر على الزيت السخن على طول، زيت متوسط الحرارة. تمام، وهانزّلها فيه. ما ينفعش أحمّرها على طول بعد ما أشكّلها، لازم أسيبها في الفريزر ساعة. تمام. ده شكلها بقى بعد ما اتحمّرت مقرمشة، والله العظيم من أجمل الوصفات اللي عملتها للكُبيبة بجد. حلوة أوي، 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 لازم تجرّبوها. ده شكلهم أهوّة بعد ما اتشكّلوا، ودي شكلها. دي اللي كانت محشية باللحمة المفرومة، هاورّيها لكم دلوقتي. مقرمشة بقى، أنا باورّيكم إزاي هي مقرمشة وحلوة. بُصّوا بقى الجمال، ريحتها بقى وطعمها تحفة، تحفة، تحفة بجد. طبعًا باقي الكمية دي هاحتفظ بيها في الفريزر. دي برضه كانت لحمة مفرومة، هاحطها في طبق فلين كده وأقوم حاطاها في الفريزر وستريتش وأحطها في الفريزر وأسحب منها وقت ما أنا عايزة في رمضان. دي بقى اللي كانت محشية أنا قُلت إيه، أورّيكم إزاي أنا عملتها كُرات كده. برضه محشية برضه عصّاج أو بالوصفة الاقتصادية. لو أنا مش عارفة أشكّلها زي الكُبيبة الطبيعية، ممكن أعملها كُرات كده. دي بقى اللي كانت محشية بالوصفة اللي هي الوصفة الاقتصادية أو الحشوة الاقتصادية. تعالوا نشوفها بقى من جوّه عاملة إزاي. والله برضه كانت طبعًا هو نفس الcover الخارجي مقرمش وجميل، ومن جوّه الحشوة كان طعمها حلو طبعًا. الحشوة دي كنا لازم نتبّلها، أهم حاجة التتبيلة بتاعتها من جوّه. بُصّوا بقى تحفة، 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 حلوة أوي. ودي كانت وصفتنا سهلة وجميلة، يا ريت نجرّبها. ويا ريت تسيبوا لي تعليقاتكم تحت الفيديو وقولوا لي عايزين نقدّم إيه الفترة الجاية. تابعوني.